بلاش تاخد قرض سيارة قبل ما تاخد بالك من الحاجات اللي جايه دي. اول حاجه لازم تعرف ايه هي نسبه الفايده على القرض، وايه هو نوع الفايده، يعني هل هي متناقصه ولا ثابته ولا مركبه، وكمان لازم تعرف ايه الفرق بينهم، وده من خلال المبلغ اللي هتكون سددته خلال مده القرض. تاني حاجه اعرف المصاريف الاداريه والرسوم اللي ممكن تكون موجوده، وده لان احيانا بتلاقي معدل الفايده قليل بس بيكون قدامها مصاريف اداريه عاليه، فما تتغرش من قله معدل الفايده الا لما تعرف المصاريف الاداريه زي ما قلت لك. تالت حاجه اسال على مصاريف تامين السياره وقارن بين شركات التامين المختلفه، ولازم تعرف نسبه تحمل التامين وده في حال حدوث حادثه لا قدر الله. رابع حاجه لازم تعرف سياسه البنك، هل بيكتفي ان بياخد مصروفات نظير اداره الحساب كل 3 شهور بس، ولا بيفرض غرامات في حاله عدم وجود حد ادنى للرصيد في حسابك؟ مثلا في بنك ممكن يقول لك اقل حاجه في الحساب يكون 1000 جنيه والا يتطبق عليه غرامه 25 جنيه شهريا. خامس حاجه بقى لازم تقرا عقد القرض كويس وتتاكد ان مش كاتبين نسبه الفايده متغيره، لان احيانا في بنوك بتقدم القرض بنسبه فايده قليله جدا لكن مكتوب في العقد ان الفايده متغيره، فتلاقي نفسك دافع ارقام اكتر من اللي اتفقت عليه في الاول. ويفضل تاخد صوره من العقد تفضل معاك. رقم 6 اتصل بالكول سنتر، وده علشان تتاكد من معلومات القرض اللي انت عرفتها من البنك نفسه، علشان ما تكتفيش بس بكلام موظف خدمه العملاء اللي انت رحت له في الفرع، علشان احيانا في اشخاص بيبقى هدفهم بس يحققوا التارجت، او يكون حتى جديد في البنك ومش عارف كل التفاصيل. واعرف كمان لو في غرامات للسداد المبكر علشان لو قررت تسدد القرض قبل ميعاده المحدد، لان في بعض البنوك بتطبق غرامات، وده علشان تعوض الفوائد اللي انت كنت المفروض تدفعها. هقول لي بقى في الكومنتس ايه الغلطه اللي انت عملتها وانت بتاخد قرض سياره.